Feel the magic in the air. Magic system. السلام عليكم عشاق كرة القدم، بخير صافا. كأس العالم للأندية حفل كروي كبير، خصنا لابد ما نتحدثوا عليه، خصوصا أنه تيتقام عندنا هنا في المغرب. جا في وسط استعدادات كبيرة، أهمها ترميم وإعادة بناء الملاعب ديالنا. حفل الافتتاح داز أكثر من رائع، على ملعب اللي ولا متكامل، أوروبي 100%، مواصفات عالمية. وإن شاء الله هذه بروفا اللي جاي أهمها تنظيم كأس إفريقيا 2025، والمغرب ان شاء الله قادر انه ينظم اكبر تظاهرات، وهذا الشيء معروف هنا الحمد لله. مباراة الافتتاح كانت ما بين الاهلي المصري نادي القرن ونادي اوكلاند سيتي النيوزيلندي. ماتش اللي كان باين قبل ما يتبدا النتيجه تاعو كانت محسومه للفريق الاهلي، فريق كبير جايب طموحات كبيره وغادي يمشي بعيد في هذه التظاهره. ندوزو للمباراه اللي تتهمنا حنايا حنا المغاربه، وهي مباراة الوداد البيضاوي والهلال السعودي. مباراة غتكون ندية عالية، مباراة قمة، نهائي قبل الأوان. الهلال السعودي عنده عناصر مهمة، كفاية أنني غادي نقول لكم المنتخب السعودي في كأس العالم الأخيرة تعتمد على قول 80% من العناصر تاع الهلال، بداية من العويس إلى الدوسري إلى كينو إلى الهبيلي، يعني عناصر مهمة، زائد المحترفين اللي عندهم اللي هما من الصف الأول. إلا جينا شفنا الوداد، للأسف الوداد يتخبط في مشاكل غير مقنع من بداية الموسم. نتائج إذا كان واحد زيرو يعني متواضعة، لا يقنع. إلا جينا شفنا العناصر فردية مع الوداد والهلال، فأنا تنقول مثلا سالم الدوسري، يعني ماركا ضد الأرجنتين، قدم كأس عالمية ما عندي ما نقول. حنا عندنا مثلا المؤثر، عندنا مثلا في فريق الوداد فهو انا تنقول جبران، ولكن جبران ماشي هو اللي غادي يجيب لنا الاهداف. حداد لا يقنع، الحسوني ماشي في مستواه. فإلا جينا بنا نقولوا التوقعات ديالنا لهاد المباراة، فللأسف تنقولوا أنه الهلال قادر أنه يتخطى الوداد، لأنه فريق غادي يدخل غادي يهجم من البداية، فريق لا يستهان به. كفاية أنه فاز بثلاث البطولات الأخرين في السعودية. فملعب منيع عبد الله غدا غادي يكون مكتظ عن آخره، هذا الشيء لا يناقش. ولكن كنتمناو أنه التحليل ها هو قلناه، ولكن كنتمناو أن الوداد يبان بوجه مشرف، على الأقل يوصل للنهاية باش البطولة مزيان، وبنا نشوفو نهائي عالمي بين إن شاء الله ريال مدريد والوداد، علاش لا. ومن تما حنا غادي نبقاو فيديوهات متواصلة، تحليلات متواصلة، ان شاء الله نتمناو الخير للوداد. السلام عليكم.